تاع مراكش ندوة في إطار اليوم العالمي للمرأة، أيضا وفي إطار الحملة الثانية لمراجعة مدونة أحوال مدونة الأسرة، واليوم من أجل المطالبة أيضا بتغييرها تغييرا جذريا. يندرج هذا النشاط مع مجموعة من مستفيدات مركز النجدة لمساعدة نساء ضحايا العنف. محاور هذا النشاط تضمنت التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي للمرأة. أدار هذا النشاط مجموعة من المتدخلات، الأستاذة الجامعيات، الأستاذة عفيفة بالعيد، تناولت التمكين السياسي، وهي أستاذة القانون العام والعلوم السياسية. المحور الثاني من هذه الندوة كان حول التمكين الاجتماعي، تناولت فيه الأستاذة المحامية حسناء بالبنار موضوع المرأة وعلاقتها بالتمكين الاجتماعي، ساردة مجموعة من المعطيات ومجموعة من العوامل التي يمكن أن تساهم في تحقيق ما يسمى بالتنمية المجتمعية. وكجانب ثالث تناولته الأستاذة آسيا، وهي أستاذة بجامعة القاضعيات، ركزت فيه على مشكل ما يسمى بالإعفاء الضريبي. هذا الإعفاء الضريبي بالنسبة للنساء، وأيضا مجموعة من القوانين المجحفة. التأهيل الاقتصادي للمرأة هو واحد البوابة أساسية باش أننا نبلوروا يعني رؤية تنموية للمغرب والبلاد بشكل عام، وبالتالي فمن الضروري والمؤكد أنه يكون هذا التأهيل الاقتصادي للمرأة باعتبارها واحد من النصف الثاني للمجتمع، لأنه لا يمكن يعني الحديث عن مساواة ولا ديمقراطية ولا تنمية اقتصادية ولا اجتماعية بدون تأهيل المرأة وتمكينها. وهذا التأهيل الاقتصادي للمرأة تيجي أولا التمكين ديالها، يعني التمكين ديالها أي تعطيوها مجموعة من المهارات اللي تقدر أنها تستعملهم، وبالتالي تتمكن يعني تثق في راسها أولا، ومن بعد تقدر أنها تمكن دير مشاريع ديالها، يعني مشاريع يقدروا يكونوا جماعية على شكل تعاونيات. هذا واحد النموذج ولا واحد العمل اللي يقدر أنه المرأة أولا يأهلها اقتصاديا باش أنها تقدر تكون يعني بوابة وتكون مساهمة بشكل فعال.